السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. حبيت ارحب كامل المشتركات وحتى اللي التحقوا بيا جدد ونقولكم مرحبا والف مرحبا. اليوم رجعت لكم بهذه الوصفة الأكثر من رائعة وناجحة مليار بالمئة اللي هي عجينة ليكيش. اليوم صدقوني بزوج مغارف تاع المارغرين راح تخرج لكم كمية ما شاء الله، راح دير لكم خبزة كبيرة وثلاثة ميني كيش. تخيلوا نتوما لو كانت ضعفوا الكمية وتخدموهم يعني ودسوهم الرمضان. انا كيما على بالكم كنت ديجا درت معكم وصفه اللي حققت يعني ملايين المشاهدات في كامل مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم حبيت يعني نبدلكم في العجينه اللي جات غاطو شيرات. راح تكون طريقه جديده نوعا ما ان شاء الله. فقط يعني الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالجيم والبارطاج. يلا صلوا لي على خير الانام عليه افضل الصلاه والسلام. هنا عندي كيما سبقت وقلت لكم في بدايه الفيديو عندي غير زوج مغارف تاع المارغرين. راح ندي زوج مغارف كبار تاع المارغرين، انتبهوا لي مليح للوصفه باش تنجح معكم. عندي ربع ملعقه تاع الملح وعندي زعتره. انا اليوم هاد اللي كيش تاوعي نسمتهم بالزعتره، حاولوا انكم تفتوها بيديكم. عندي ايضا كل شيء راح ندير منه ملعقتين. عندي ملعقتين تاع الزيت وملعقتين تاع الماء، الملعقه تاع الماكله يعني الملعقه الكبيره مع حبه تاع البيض. هاد الطريقه يعني راح تكون شويه جديده نوعا ما على واش درت العام اللي فات. راح نخلط جميع هاد المقادير مليح مع بعض حتى نتحصلوا على خليط مثل المايونيز ولا مثل كريمه الزبده. شوفوا حتى تخفف لكم هذيك الكريمه وتولي لكم بيضه وجميع المقادير ينجسموا ولا تنسجم مع بعض. عفوا هذه هي. شوفوا لي هنا القوام كي راه شباب. الان جا وقت الفرينه ما عنديش يعني مقدار معين، رايحين ديروا الفرينه حتى تحصلوا العجينه تكون طريه. ودرت ايضا حوالي نص مورف تاع لاليفيغ شيميك ولا خماره الحلوى هنا. وكنت نسيت ايضا في بدايه الفيديو كنت درت ملعقه صغيره تاع السكر. خلاص يعني في المقادير. الا حبيتوها حلوه قلعوا زعتره وديروا 3 مغارف تاع السكر، راح تجيكم صالي سكري. هاد العجينه تجي تهبل. خلاص الا بغيتوها حلوه نقصوا الملح، ديروا غير رشه تاع ملح وديروا 3 مغارف سكر، عاود ما ديروا ملعقه صغيره تاع السكر. توت فاصون في صندوق الوصف راح نكتب لكم المقادير مضبوطه سوا صالي ولا سكري. هذاك المول اللي راح ندير فيه انا الكيش راح نديرها اليوم بالدجاج. واحد الحشوه رائعه جدا رايحين تحلوها في وسط بوسه كيما هكا. وهنايا شوفوا لي العجينه. علاش قلت لكم بغيت الزعتره؟ اول حاجه راح تمد لي شكل الشباب كيما شفتوا، وتمد لي نسمه شباب بزاف سيرتو من رايحه نديرها بالدجاج. وايضا اللي حبت يعني ديرها مشروع ولا تدسها رمضان يعني تخدمها وتخبيها رمضان ان شاء الله يا ربي ان طالت الاعمار ما تخافوش منها. اخدموها ديروها في دي بواط بوغ مونجي ودخلوها للمجمد تقعد لكم على مدار السنه، ولا قادرين غير تخدموها تاني ديروها في بوغ مونجي ودسوها غير تحت في الثلاجه، حاجه ما تسرالهاش. هذه هي. شوفوني انا هنا كيفاش راني نخدم، ان شاء الله كل شيء راه موضح في الفيديو. هاد العجينه اللي بقات يعني راح ندير بها 3 حبات تاع ميني كيش. شتوني هنا لازم الحواف تخدموهم مليح ولا بات ما تجي غليظه ما تجي رقيقه باش تجيكم شابه في الماكله. من بعدها تقبوها مليح ومباشره ما تدخلوها للثلاجه لا والو. انا دائما يعني نبغي نخدم لي بات تاوعي يكونوا يعني ساهلين وما ياخذوش الوقت منكم. وتقريبا انا عندي بزاف وصفات تاع هادو تاع لي كيش، لانه كما تعرفوا انا كنت في يعني في البدايه كنت نخدم لي كوموند، فعندي وصفات يعني خاصين بيا انا فقط. فان شاء الله كل مره نحاول نبارطاجي معكم وصفه. دركا راح نتقبهم كيما هكا بالكارفو. هادو 3 حبات صغار تاني خدمتهم. شوفوا هنا قادرين ديروا هكا ميني كيش لي باحكات المهرز كيما تبغوا نتوما. الان حندخلهم يطيبوا على نار تكون متوسطه من تحت. من بعدها نعاودوا نشعلوا عليهم غير حاجه خفيفه باش يولونا دوغي. انا ما نبغيش نطيب الحشوه مباشره في العجينه وهي خضراء، يعني نحسها لاباط ما تجيش طايبه مليح، لاباط ما تجيش مقرمشه، لانه كما تعرفوا هاد لي صالي ولا لي كيش حلاوتهم كيجوا طريين ومقرمشين. فاللي تبغي ديرهم يعني دير الحشوه ودخلها طيب هي حره، ولكن انا ما نفضلش. الان بعد ما درناهم يطيبوا راح نخلوهم يطيبوا على غرضهم ونروحوا نحضروا الحشوه اللي هي عباره عن 2 حبات تاع بصل كبار. قطعوهم كيما هكا كيما شفتوا في بدايه الفيديو يكونوا رقاق ولا يعني قد ما تنجموا ترقوهم. هذيك هي باش يجوكم شابين ومعسلين
والبصل هذاك يطيح بالخف. هذه هي. الان حنقليهم مليح مباشره. بعد ما البصل يتقلى لنا راح نضيف نصف صدر الدجاج. انا اليوم حضرته غير بنصف صدر دجاج مع وريقتين تاع الرند، وهذاك الجناح ولا الكركاس اللي بقى لي به الحريره، والحريره اكسبريس اللي جات تحسل. صدقوني ما شاء الله راح تكون الوصفه مباشره بعد هذا الفيديو. يعني نوعدكم راح نزهيكم ان شاء الله. سيرتو من رمضان قرب، يعني راح نديروا تحضيرات رمضانيه بزاف شابه. فما عليكم غير تقعدوا معايا، وما تنساش فقط تدعموني بالجيم هكذاك، يعني باش نتحفز ونعطيكم انا تاني بزاف الصوالح. الان واش درت سنه تاع توم، غير تحطوا الدجاج ويبدا يطيب. ديروا سنه تاع توم، ربع ملعقه قرفه، ربع ملعقه احرور، وربع ملعقه سكنجبير، وكنت درت تاني غير شويه تاع مكعب الدجاج. هذه هي. دركا غير تقلنا الثوم حوالي ما با ثواني، ما تخلوش يطول، وطفوا عليه والحشوه راهي جاهزه. رايحين نحضروا الاباريا كيش تاعنا اللي هي عباره عن 2 حبات بيض، علبه تاع كريم فريش، ونص كاس حليب. خلاص عندي شويه حرور وشويه ملح. هذا مكان حنخلطهم مليح. يعني هاد الوصفه اللي ما عندهاش لا كريم فريش تقدر تعوض بالياغورت ناتور. وفي الاخير راح ندير رشه خفيفه من خميره الحلوى، راح تعطيني قوام شباب بعد ما طيب الكيش تاعنا، وراح تنتفخ ما شاء الله. شوفوا لي هنا اللون اللي بغيت نتحصل عليه يكون دوغي كلير. هنا الا بغيتو تجمدوهم في هذه المرحله وتروحوا تجمدوهم. انا طيبتهم غايه الغايه لاني رايحه درك نطيبهم مباشره. اما اللي تبغي تجمدهم ديرهم دوغي كلير على انا شراني دايره، باش كي تبغوا طيبوهم في رمضان ان شاء الله تكملوا لهم الطياب تاعهم ما يكونوش حمرين بزاف. هذه هي. الان الحشوه تاعي ما شاء الله يعني جات زاكيه. انا دركا رايحه نحطها هنا، ورايحه نزيد عليها الفرماج من بعديها. وانا نخدم درت قطعتين تاع فرماج هذاك تاع 100 غرام، وزن 100 غرام. حاولوا نتوما انكم تزكوا الحشوه تاعكم بالفرماج بالزيتون المايس لا كان عندكم. المهم هذوك اللي مينيكيش ما يرفدوش بزاف، داولي غير شويه تاع الحشو وزدت لهم تاني الفرماج فجاوني. هذيك هي. انا بالعاده في رمضان نديرها بزاف في رمضان. هذه الوصفه تاع الكيش تاع الدجاج نديرها في رمضان، فدائما ندير معها علبه تاع شامبينيون يعني اللي هو الفطر المعلب، فتجيني الحشوه تاني زاكيه الله يبارك. ميم هاد الاباريا كي جاتني سوا ما شاء الله، يعني مقادير مضبوطه. الكيش كبيره و3 ميني كيش. اللي تبغي تبدل على واش درت انا، تبغي دير الطون، تبغي دير فيونداشي، هي حره. هذه هي العميرات. الان راهي جاهزه تقريبا. عندنا الكيش تاعنا شبقى لها؟ بقى لها غير تدخل للفرن تتحمر. انا صراحه كنت شعلت عليها من تحت، طابت لي غير شويه يعني داك البيض كيش تهجمد شعلت عليه من الفوقه وخليته يتحمر. يعني بالخف توجد لانه ديجا دركا كل شيء عندنا راه طايب. الان شبقى لي راح نجيب غير الفرماج ونرايحه نبشره من الفوقه. انا اليوم استعملت جوده. انا تلقوني كل مره ديفا نبغي نجرب باش الفرماج اللي يعجبني نعتمد عليه في الوصفات القادمه. فانا شريت حوالي 20 ميل تاع الجوده. صراحة يمد بنة شابة ومام لون شباب للمملحات تاوعكم. أنا بالعادة ندير غير الفرماج تاع ديميل، بصح اليوم بغيت نقلش الوصفة تاعي فدرت فرماج جودة. قادرين مام تاني اللي عندها الموتزاريلا تجيها ما شاء الله، يعني اللي يبغوا الفرماج هذاك اللي يجي هكا الخيط يجي معلك فديروا موتزاريلا. هذه هي. درك شا غادي ندير، راح نرابي الفرماج ندخلوها طيب كيما قلت لكم من تحت، شعلوا ليها من تحت غير نشوفوا البيض صاي شد روحها كيما الفلون، نطفوا عليه من تحت ونعاودوا نشعلوا من الفوق تتحمر. وهذا مكان ونخرجوها. وانا هذه الوصفه تاع اليوم كنت رافقتها مع حريره اكسبريس اللي جات روعه روعه روعه. صدقوني تحسبوا درتها باللحم الغنمي ماشي بالكركاس تاع الدجاج. هذه هي العميرات، وهذه هي وصفة تاعي اللي خرجت أكثر من رائعة. العجينة خرافية جدا. اللي يبغوا الوصفات ولا ليكيش اللي يكونوا طريين مقرمشين في نفس الوقت هذا الوصفة ليكم. واللي يبغوا أيضا الوصفات اللي ولا لاباتا تاع الكيش اللي تكون دو زون يعني 2 في 1 حلوة ومالحة، هذا الوصفة أيضا ليكم. إن شاء الله العميرات تجربوا لي الوصفة اللي على بالي راح تعجبكم لانه جات ما شاء الله. شوفوا لي على الشكل تاعها من فوق كيفاش جات ما شاء الله، يعني اكثر من رائعه. وصفه عالميه.
شاء الله فقط تجربوها. وكما تعرفوا كاين بزاف وصفات تقراهم في الورشات يعني بدراهم كبار، وانا كل مره نحاول ان شاء الله بما انه رمضان راه قريب وتحضيرات رمضان راح ندير لكم بزاف وصفات تاع لي صالي بريستيج، ولكن ما عليكم نتوما غير تدعموني بالجيم ولا كومونتير والبارطاج. وهنا حبيت يعني نقسمها معاكم باش تشوفوا لي الداخل كيفاش جات لاباط تجي طايبه مقرمشه محمره وتجي تدوب في الفم. اما الحشوه ما نحكي لكمش. هنا شوفوا لي حبيت يعني نقسم معاكم علاش قلت لكم هاد لاباط تقول غاطو. كي قلت لكم غاطو غاطو ما شاء الله شهيتكم في الجنة. تستاهل غير بين يديكم هاد الحريرة وهاد لي كيش. جربوها لي فقط. وما تنساوش ايضا انكم ترسلوا لي تطبيقاتكم عبر الانستغرام تاعي اللي هو كريمه فارس، اللي يرفد نفس اسم القناه. مام فيسبوك تاعي، تيك توك، مام تاني جروب تاعي الخاص في الفيسبوك اللي تاني هو خاص بالقناه تاني وصفات كريمه فارس. ان شاء الله فقط يعني تعجبكم الوصفه وتجربوها قبل رمضان، باش اذا عجبتكم على بالي راح تعجبكم هذه باينه فتحتملوها إن شاء الله. أما بالنسبة اللي دخلوا معنا جدد فراح نخلي لكم في نهاية الفيديو وفي صندوق الوصف الوصفة اللي دارت حالة اللي كانت غير 3 مكونات وكانت تاني هي سحرية سالي سكري اللي ما كانش اللي ما جربتهاش وما عجبتهاش، فراح نخليها لكم في صندوق الوصف. والآن العميرات ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.